كشري المحلات. وليه بقى بنقول كده المرة دي؟ لان ده مش كشري الحلة الواحدة، مش الكشري السريع كده اللي بنعمله في كل مرة. النهاردة هنعمل نفس طريقة المحلات، كل حاجة كده بتتعمل لوحدها. وكمان هنعمل كل الاطباق الجانبية اللي بتتقدم معاه في المحلات. يلا بينا كده ندخل على الفيديو على طول. بس قبل اي حاجة، انا اسراء ودي قناتي. اتمنى كده تشتركوا في القناة من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو ده. النهاردة بقى هنعمل الكشري المصري الاصيل كده، بيتهيألي مفيش حد ما بيحبوش يعني. عملنا ايه؟ انا فتحت البوتاجاز كله بتاعي وحطيت كل الحلل بتاعتي عليه. عملت بقى حلة كده، كنت معايا نص كيلو، لا كان ربع كيلو من العدس بجبة، اللي هو العدس البني ده. كنت غسلاه كويس وحطيته كده في المية، علشان انا ما نقعتش اي حاجة اليوم ده بصراحة. قمت كده وعملت كل حاجة على طول. لو عايزين تنقعوه شوية براحتكم، مش عايزين خلاص، هو اصلا ما بياخدش سوا كتير على النار. حطيته في المية وسبته بقى ايه يغلي كده، ياخد غلوة مع نفسه. في حلة تانية كنت حطيت بقى الحمص بتاعي. بصراحة الحمص من الحاجات اللي المفروض او يفضل ان هي تتنقع عشان ما تاخدش سوا كتير على النار. لكن انا برضو بصراحة ما نقعتوش يعني، حطيته على النار على طول. برضو غسلته غسلة كويسة وحطيته على النار. وتالت حلة بقى كانت معايا، كان معايا كده نوعين تقريبا او 3 انواع من المكرونة. حطيتهم يتسلقوا السلق العادي بتاعنا، واول ما طلعوا كده زي ما انتم شايفين غسلناهم على طول علشان ما يكملوش في السوا بتاعهم. وهنا كده كان العدس خلص. شايفين بقى ازاي ما تزودوش عليه استوى قوي يعني، فبيطلع جميل كده والواحدة بوحدتها. وكانت على النار الرابعة بقى عندي، عملت الرز المصري العادي، رز بالشعرية. زيت الكشري بيتعمل بالزيت، فبلاش تحطوا اي سمنة خالص. حطينا زيت والشعرية اتحمرت والرز وكل حاجة. وبدأنا بقى دلوقتي في الأطباق الجانبية. حطيت كده حلتين قدامي على النار، حطيت في الحلتين زيت وفي الحلتين توم. واول ما يصفروا كده شوية حط في الاتنين برضو خل. تمام، تخلوا بالكم جدا وانتوا بتحطوا الخل، علشان بس ايه ما يعملش نار كده او اي حاجة. حطينا في واحدة خل كتير، ودي هتبقى دقة الخل بتاعتنا الاساسية. وفي واحدة تاني حطينا خل كده بسيط، ونزلت عليها بمعلقتين من الصلصة. وحطيت بقى عصير الطماطم بتاعي. وكمان الدقة اللي هي بالخل دي الأساسية، ممكن تزودوها شوية مية وتسيبوها كده تاخد غلوة لوحدها. بصوا الحاجات دي هي اللي بتأكلنا في الكشري بصراحة. هنا كده أنا كان معايا البصلاية مقطعاها وحطيت عليها معلقة، ممكن تحطي معلقة من النشا أو من الدقيق يعني، علشان يطلع البصل بتاعك كده مقرمش وحلو. وأول ما تطلعوه ياريت تحطوه في مصفى، بلاش تحطوه على مناديل. هنا كده حطيت التوابل بتاعتي. حطيت على الدقة اللي بالثوم، الدقة اللي بالخل، حطيت عليها ملح وفلفل اسود فقط. وحطيت على الصلصة، حطيت عليها ملح، فلفل اسود، كمون، سكر، علشان يعادل ما يبقاش فيه اي حموضة. وهنا كده الشطة بتاعتي، انا ما حطيتش في اي حاجة شطة علشان الاطفال، فانا بفضل ان انا اعمل الشطة على جنب. لأي حد عايز شطة لوحده يحط، اللي مش عايز خلاص. الشطة بقى بنعملها ازاي؟ الصلصة بتاعتنا اللي احنا عملناها، خدت منها كده زي كبشة او كبشتين، ونبدأ بقى نحط عليها معلقة، معلقتين، 3 معالق، زي ما انتي عايزة الشطة بتاعتك. بتحطيها وبتقلبيهم كده تقلبتين وخلاص الشطة بتاعتك جاهزت. هنا كده الحمص بتاعي انا كان خلص يعني، استوى، وبرضو ما تزودوش عليه السوا قوي. شايفين يعني الواحدة بوحدتها، مش مقشر ولا اي حاجة. بعد ما بيخلص سوا، انا بحب بصراحة اغسله من المية بتاعته، وبحطه في مية جديدة، وبحط عليه الملح والكمون والشطة، بيبقى تحفة. وهنا كده كنا خلاص وصلنا لنهاية الكشري، سريع ولذيذ، وبجد من الاكلات كده اللي بتاكلنا. وطبعا
يعني مفيش خروجة مننا زمان او دلوقتي ما بتحبوش تاكلوا فيها كشري اكيد. بصوا مودي ما كانش سايب الطبق في حاله، كان بياكل كل ما حاجة تقع كده حمص او حاجة عمال ياكلها. شايفين بقى الدقة والشطة والصلصة والبصل، بصوا حاجة كده لذيذة بصراحة. هنا كده كانت دي بصراحة التقديمة الاولى، ان انتي ممكن تاخدي كل حاجة لوحدها وتحطيها المكرونة وفوقيها الرز وفوقيها العدس، وحطيت كده الحمص والشطة والدقة بتاعتي والبصل بتاعي، ودي تبقى طريقة تقديم. هنا كده دي طريقة تقديم شيك كده، لو انتي عندك حد وعايز او بتحبي تقدمي كده بطريقة لطيفة، دي بتبقى طريقة لطيفة جدا في التقديم. الطريقة الاسرع بقى، الاسرع للتقديم، ان انا بعمل الحركة دي، بجيب حبة من الزيت بتاع البصل، معلش الزيت ده كان فيه البصل فهو عمل كده، بجيب كده معلقة او معلقتين من الزيت بتاع البصل، وبحط بقى كل المكونات بتاعتي، ودي بتبقى اسهل لي بصراحة في التقديم. خلاص انا كده كده انا وجوزي اللي بناكل يعني، ف هرجع اقول لكم الشكل برضو مش كل حاجة احنا قدمنا كده بطريقة لطيفة في الاول، ودي الطريقة التانية اللي تعجبك فيها، اللي تعجبك فيهم اعمليها. حطيت بقى المكرونة على الرز على العدس، وبسيب كل الاطباق الجانبية دي بتبقى حسب ذوق ورغبة الواحد هو عايز ياكل ايه، بحطهم على بعض. بتملحي حاجتك كويس جدا زي ما انت عايزة، وتحطي التوابل اللي انت عايزاها، تقلبتين على النار وبس كده زي الفل. هنا كده وبتقدميه كده على طول، بيبقى برضو لذيذ وسريع يعني في التقديم. كده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. متنسوش الاشتراك، اوعوا بجد تنسوا ان انتوا تشتركولي من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، ولايك للفيديو ده، وقولولي بقى انتوا بتحبوا الكشري ولا لا. بصوا من الاكلات اللذيذة بجد، بألف هنا وشفا.